مساء الفل على حضراتكم، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هنتعلم فيه هي التورته دي دورين. هنتعلم فيه ازاي نأمن التورته اللي تحت او الدور اللي تحت علشان تتحمل المقاس اللي فوق. التورته دي مقاس 24، والدور اللي فوق هيبقى مقاس 16. لازم على الاقل 6 سنتي ما بين الدور اللي فوق والدور اللي تحت علشان الموضوع يبقى متأمن وما تنهارش اثناء النجل. تمام. هنفترض ان دي التورته التانية. تعالوا كده نشوف احنا ممكن يعني الى حد ما عايزين نظبطها على قد ما نقدر. تمام. يعني كده تقريبا المسافة دي تقريبا 1 على اساس تبقى متوسطنة. تمام. احنا هنعلم العلامة دي علشان حاجة معينة يعني. هنعمل ايه بقى؟ هنتعلم ازاي نعمل الدويل. مبدئيا كده احنا ده الوش، ده اللي هيبقى الوش. فهنحاول بمجرد النظر كده نروح عاملين دي عبارة عن شاليمو العادي بتاع العصير يعني. ده ابسط شيء ممكن الواحد يشتغل بيه يعني. تمام. هنروح عاملين نأمن، نحط واحدة في النص دي الاساسية، بس مش تبقى دي، هتبقى واحدة تاني دويل كبير كده. تمام. على قد ما نقدر يعني هنعمل كده، هنحط كده يعني بشكل قولي 6 مثلا او 5 ايا كان يعني، هيتحمل معاكي قد تمام. ونبدأ نعمل نجص بالظبط على الشاليمو. لا يبقى لا طالع ولا يبقى نازل قوي، لا طالع علشان يبقى نحاول نخليه متساوي علشان يتحمل التورته اللي فوق كويس. تمام. احنا كده يعني على قد ما نقدر طيب هي الشاليمو دي هتتحمل التورته اللي فوق؟ اعتقد لا. زياده امان هنروح حاطين لها دي اعواد الشيش العاديه. تمام. هنروح عاملين ندخل، لا ده مش كويس، ندخل عود الشيش في الشاليمو دي زياده امان، زياده امان. تمام. كده برضو احنا علمنا على اللي المفروض يبقى موجود. نحاول ندخلها شويه. تمام. ونبدأ بقى نسحبها من هنا ونقصها او نكسرها يعني، ونروح حاطينها تاني. طيب دي نفس النظام كده برضو. هي دي الدويلز اللي احنا بنحرص ان هي تبقى في التورته الدورين علشان نأمن التورته اثناء النجل. كده حمل التورته اللي فوق مش هيبقى زايد على التورته اللي تحت، وان شاء الله مش هتنهار اثناء النجل حتى لو سافرت، حتى لو التورته دي سافرت يعني راحت مكان تاني. تمام. احنا كده يعني حاولنا على قد ما نقدر نأمن التورته علشان ما تنهارش اثناء النجل. طبعا احنا بعد كده الكريمه هنظبط الكريمه. لسه ما دي كده معمول لها بس كرامب كوت.